ازيكم يا احلى متابعين، عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين وبخير. جاي لكم النهارده فيديو حلو قوي مع بناتي. طبعا اجازه بقى وايه، عايزين يبدعوا. النهارده جاي لكم فيديو جامد جدا. هما جايبين شويه شغل خرز واكسسوار هيعملوا معاكم. طبعا انا دخلت معاهم الفيديو وبقدمكم ليهم عشان هما عايزين تشجيع، عايزين لايك كده حلو وكومنت تشجيعي. هيبداوا يروحوا الحاجه اللي هما جابوها وازاي هيرصوها معاكم. بجد هي حاجه جامده جدا وحلوه، وانا حبيت اشجعهم بالحاجه دي. كمان مش عايزه انسى اهم من ده كله، اشكر كل متابعيني اللي متابعيني من مصر وخارج مصر، واقول لهم بشكركم جدا جدا. واحنا مع بعض ومكملين، وان شاء الله ربنا يحقق لنا كل امنياتنا في 2023. واتمنى منكم تشجعوا بناتي باللايك وبكومنت حلو. عايزين كده نكون موهبه ولادنا. انا فوجئت ان هم حابين يعملوا شغل الخرز والاكسسوار. برضه بشجعهم وانتوا برضه شجعوا ولادكم. بشكركم جدا. تابعوا مع فرونيا ومارفلينا الحاجه اللي هم جابوها وتشجعوهم. بشكركم جدا واسيبكم ليهم عشان يكملوا الفيديو. ودلوقتي هنكمل الفيديو بتاعنا، بس قبل ما نكمل الفيديو بتاعنا احنا عرفنا الفكرة دي منين يا مارفلينا؟ من التيك توك. احنا عندنا حسابين، اول حساب بتاعنا اسمه فورنا ويا ريت تتابعوني، وحساب مارفي 1 2 3. ويا ريت تتابعوها. وطبعا يا اصحابي احنا عرفنا الفكرة دي من التيك توك زي ما مارفينا قالت لكم، بس احنا قلنا الفكرة دي لماما وحبت الفكرة دي جدا وما فيهاش اي حاجة خطر. وعشان احنا على طول في الاجازة مش لازم نخرج، احنا ساعات بنخرج فترة وفترة، يعني مثلا ممكن نخرج في الاسبوع مرة واتنين، مش بنخرج كتير، بس ممكن نتسلى في الوقت ده بسبب شغل الخرز. ماما جابت لنا شغل الخرز ده من العتبة، ويلا بينا نشوفه. دلوقتي يا اصحابي احنا رحنا العتبة، بجد كانت تحفة جدا، كان كل شغل الخرز كان تحفة، بس احنا جبنا حاجات قليلة على قدنا وده اللي نستخدمه في شغل الخرز. هو ده يا صحابي اهو. شايفين شكله؟ يلا بينا عشان انا هنقول لكم. وده يا اصحابي خرز اسمه خرز تفسيرة، ده لونه احمر شفاف وده لونه اخضر شفاف. وده يا صحابي بقى جميع الالوان اللي انا اخترتها انا واختي فانيا اهو. حلو قوي كذا لون، ده جميع الالوان اهي. وجبنا بقى الحروف دي لونها اسود، والحروف دي اهي حلوه قوي، والحروف دي برضه. وجبنا بقى السمايلات دي حلوه قوي اهو، ده سمايل اصفر. طبعا يا جماعه زي ما قلت لكم في اول الفيديو، ده طبق كده او بوله، وهم كان بينقوا الحاجه اللي هم عايزينها. قلنا كيس هنا ب5 جنيه بس، حلو قوي قوي. ده سمايل اسود وده سمايل لونه ابيض. طبعا كل بنت نقت اللي نفسها فيه، صح ولا لا؟ صح. ايه بقى الازرق ده؟ دي عيون حلوه قوي، ودي فواصل يعني ايه فواصل يا مارفلينا؟ اللي احنا مثلا يعني لما بنعمل لولي بنحط فاصله، بكون نحط لولي يعني تاني. بين شكل وشكل بتحط في الفاصل ده الأساور. في الاساور، تمام. ها، ودي قلوب نازله ترند قوي، ودي قلوب بتضحك. شوفوا الجمال، بصوا الاولاد بيحبوا حاجه ازاي. ودي لاف حلوه قوي. جميله. كل الحاجات دي مش انتي نقيتيها انتي وفرونيا ولا وحدك؟ لا، كل الحاجات دي انا بقول نقيناها. جميل. بصوا الاشكال، بصوا جميله ازاي. على قد ما هم اطفال بس مخهم شغال. انا ما يجيش في مخي يعني ان انا اجيب الكميه دي واقعد اشتغل او اعمل حاجه زي كده. بصوا الجمال. طبعا هم نقوا الحاجه اللي نفسهم فيها، انا مش معترضه. طول ما هما في اجازه ما فيش مشكله، طول ما حاجه مش ضاره ولا حاجه وحشه، حاجه هما بيحبوها ما فيش اي مشاكل. كملي يا مارفلينا كده خلاص. الكيس الواحد ب5 جنيه، انت لو حوشت هتقدري تجيبي كيس. هو انت حوشتي يا مارفلينا؟ لا، حضرتك اللي جبتهولي. ايوه. بس صراحه انا جبت كل حاجه. يلا مبروك عليكم. وانت يا فرونيا بقى، في بقى شايفه هنا يا فرونيا حاجات كده، يعني انا قلت لهم اول الفيديو على ايه الحاجات دي، بس انتوا شاطرين اكتر مني وحافظينها ايه ده ايه ده ايه الاستعمالات دي. انا بشوف الحاجات دي على التيك توك كتير بصراحه كده، قلت اجيبها لانها جميله هو جداً. التيك توك اللي عامل شغل حلو معاكم. على فكره يا جماعه، فرونيا عندها صفحه على تيك توك اسم فونا، صح ولا فرونيا؟ فونا. وفي برضو صور وفيديوهات عشان تعرفوها. ومارفي برضو عندها مارفي مارفي 1 2 بالعربي. لا، بالانجلش 1 2 3. 1 2 3. اصلحيها كده عشان يعرفوكي. ادخلوا عندهم حاجات جميله جدا، وهم شاطرين جدا وليهم متابعينهم بجد، يعني حاجه حلوه خالص. طب قولي بقى ايه الحاجات دي كده يا فرونيا؟ دي اول حاجه ايفال، دي بنستخدمها في الاكسسوارات. يعني قصدك في الانسير وفي السلسله؟ ايوه. اخر الشغل، تمام. ودي حلقات بنحطها في الاقفال دي من تحت. دي بقى اللي في وشها اللي تحت القفل، انا فكرتها بتتعلق فيها. لا دي بنحطها في الحلقات من تحت. وممكن برضو تشبك فيها القفل. ايوه. تمام. دي بقى
الستوبر دي بقى اللي قعدت اقول لصاحب المحل، قولي له اسمها، انا مش عارفه انت عايزه ايه، تقول له ستوبر، انا مش فاهمه يعني ايه ستوبر. ودي بقى غطاها. انا عارفه يعني ايه صنوبر. اكله كده ماشي. الغطا ده بيتحط فيه واحدة من الستوبر وبنقفل عليها اه يعني دول بالأداة مع دي. بعض لازم يكونوا مع بعض. اه اه طبعا دي بالجرامات تقريبا، صح كده بالجرامات. وبنقفل عليها بالأداة دي. اه دي بقى دي مهمه جدا. طبعا اللي كده ظهرها في كذا شكل منها. كذا شكل منها، بس هم قالوا لا احنا بنستخدم الاداء دي اعدادات تانية فروني كده. هي دي اللي بتاعت الشغل بتاعنا. انا كنت اجيب كذا واحده، ان كان الواحده فيها 3 ب75، دي بس ب35، جبت واحده للاتنين. طبعا كل حاجه لها شغلها، هم اختاروا دي تمام. طب ايه بقى الحاجات الباقيه دي بقى فكريني. دي بقى ماما نقيتهم بجد حلوين جدا دي اللي قلت لكم عليها جرام ب 40 قرش. انا كنت مستغربه جدا. طبعا افضل بكتير من الواحده، ان في احجام مختلفه زي ما قدمناها. بصوا الاشكال، لا جامده. طبعا انا جبت من كل حاجه 2 عشان هما البنتين هيعملوا حاجتين شبه بعض، يعني برجين نجمتين. على فكره النجوم دي انا فوجئت بعد ما روحت، قالت لي فيرونيا كنا عايزين نجيب حلقان حلق يعني نعلق فيها الاشكال. انا ما اعرفش صدقوني، بس هنزل تاني. كان نفسي اصوركم هناك بس كان زحمه جدا، ومعايا البنات كان صعب جدا ان أنا اصور هناك. بس المكان هناك رهيب، كذا محل في كذا شغل بصراحه جامد. وري كده يا فيرونيا اشكالهم كده اهو الكوين والبرج. جبت برجين وجبت وبطاطا 2 القلب. وادي القلب من كل حاجه لو لاحظتوا 2 واللف. ولف. دي برضو عايزه انسيل او سلسله على فكره زي كولي كده. والكوين. وبرضو ايه الالوان دي برضو فروني يقولوا اسمها ايه ولا هي ايه دي؟ ده خيط اسمه خيط الجوكر تمام. الخيط ده بجد حلو قوي، بنستخدمه احنا بنقطعه، هو بيجي كده من عند الراجل بيكون معلقه كده، بتفرغيه في العلبه بتاعتنا الجميله دي وتاخدي بالواحده بقى زي الخرز. هو عمه بقى قطعه لنا. ايوه انا كنت واقفه وقال لي عايزه كام واحده، كانت الكبيره ب9 والصغيره ب8 صح؟ لو هتشوفوا الاختلاف دي حجمها اكبر من دي صغيره جبناها لمارفلينا ودي كبيره ليا. طيب تمام. ايه بقى اللي ورا ده؟ فيه شايفه الوان ورا كده، شايفاها الكيس ده دي مارفلينا بقى اتعرفكم عليها اللي هي بتحبها قوي. طب وريني كده. دي الواحده ب10 جنيه وفي الصغيره ب8 جنيه. قربي كده بصوا بقى يا صحابي، بصوا. يعني دي علاقات اسمها ايه؟ دلايات او علاقات بيحطوا الاطفال في سلاسل. دي شايفين؟ مصاصات. ايوه بس بصوا الاشكال دي. وده الواحده ب10 جنيه، بس اللي هي الدونات سلام ب8 او ب10. حلوين قوي. دي برضو ايه؟ دلايات للبنوتش كده، المصايف شكلها حلو. ممكن برضو ينفع حلق برضو على فكره لو 2 مع بعض. وده ملبس. ده ملبس. ودونت اللي انا بحبه. ايوه حلو قوي. وباكس. حلو قوي. طب هنحط الحاجات دي كلها في ايه بقى؟ بس في ماما خيوط. ثانيه واحده لسه في خيوط دي انا لسه بقول لك اهو خيوط. ده اول حاجه خيط صناره، ده بنستخدمه في سلسله الكرة، سلسله عشان مش بيمط، يعني كل حاجه ليها حاجه. الانسيلات ليها الخيط اللي بيمط صح؟ ده 0.4. وده بقى 0.8، ده الخيط اللي بيمط، ده هنحتاجه في الخواتم في الاكسسوارز عشان دي تعرفي تلبسيه. ماشي تمام بصوا ودي الخيوط. بقى جبناها. على فكره البقره دي الكبيره ب30 جنيه والصغيره ب15 انا فاكره. دي بقى احنا جبناها ده من ذوق ماما، دي نص لولي، دي بنحطها في الجرابات من ورا. او على المفارش مفروشات. ايوه تنزل المفروض بالشمع كده. واهم حاجه بقى هي العلبه. طب ممكن بقى يعني تفضلنا الحاجات دي مع العلبه ونبدا نرصها مع بعض. ماشي تمام. اصحابي هنجهز العلبه. ماما هي العلبه دي بكام؟ الكبيره ب85، واللي هي شكل الفراشه او الصغيره بس هي مربعاتها صغيره بتبقى ب45 وب35. بص شكلها، هي واحده حلوه للبنتين جميله قوي. بص بقى شكلها، افتحها كده من جوه، لفيها حضرتك. بصوا قد ايه مربعاتها جميله. وبكده حبايبي الاولاد عملوا بصوا العلبه جامده بجد. بصوا شكلها اهي حلوه قوي جميله. بعد ما يخلصوا شغلهم طبعا هيقفلوها بالشكل ده، تبقى كده وتتشال بالجمال ده. كل ما يعملوا حبه شغل يفتحوها. بصوا جميله ازاي، مبسوطين بقى؟ حلوه قوي. نموا الموهبه في ولادكم، حاجه مش مستاهله يعني، بس هي بسيطه وحلوه. ان شاء الله نص الكميه دي وقصتهم في الاجازه، وبرده في الاجازه الكبيره هيستخدموها تاني. وده شغلهم هم، حاجاتهم ليهم هم، يعني حاجات الاكسسوار ليهم هم. بشكركم جدا واتمنى الفيديو يكون عجبكم مع فيرونيا ومارفلينا، ويستنوهم في كل جديد مع شغلهم اللي هيعملوه. وبشكركم جدا. تابعوني في التيك توك وعلى صفحتي على الفيس مطبخ ميري.
شارت اميري كيتشن، وهم التيك توك بتاعهم زي ما قدموه اول الفيديو. بشكركم جدا، كل سنه وانتم طيبين. وقول لهم ايه عايزين ايه، لايكات كتير وكومنت تشجيعي، وقلنا تابعونا من انهي بلد. ويا رب الفيديو يكون عجبكم قلنا في التعليق ان هو عجبكم ولا لا. بشكركم جدا واقول لكم ايه، باي باي.